أيها الأخيار، من نعم الله جل وعلا أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا. وهنا وقفة معاشر الأخيار، لماذا يخلق الله الأزواج من نفس الرجل ومن ضلع الرجل؟ الله جل وعلا خلق آدم من الطين اللازب، وخلق حواء من ضلع آدم حتى يصبر عليها ويعلم أن العوج الذي بها إنما هو عوج فيه هو، فيصبر عندما يصبر عليها على نفسه. أيها الأخيار، في حديثنا في هذا اللقاء سنتحدث عن هذه النعمة، نعمة أن تسكن إلى امرأة خلقها الله منك وخلق منها زوجها، أن تدرك أن الله جل وعلا بمنه وكرمه جعلك فوق ملكه في الأرض، تحتاج إلى المرأة على ضعفها، تحتاج أيها الزوج أيها الرجل إلى بيت تسكن إليه لا أن تسكن معها. ولذلك ونحن نتحدث عن كسر المرأة بعد قليل نقول إن الذين كسروا المرأة سكنوا معها وما سكنوا إليها، فلو أنهم سكنوا إليها لما كسروها، ولكنهم كسروها يوم كانوا يسكنون مع نسائهم في بيوتهم. وإلا فإن الله جل وعلا وهو الحكيم الخبير جعل خيريتي أنا وأنت في من كان خير لأهله، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم لنسائهم. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله. فخيرية الرجل مرهونة إن كان خيرا لأهله أو لم يكن خيرا لأهله. ولذلك ادعاء الأخلاق وادعاء الفضائل وأن تتجمل أمام الناس بحسن المظهر أمر يسير، لأنك إذا خرجت من بيتك فكثير من الناس يثنى عليهم، وكثير من الناس يمدحون، وكثير من الناس تعجب بأخلاقهم، لكن الأخلاق وفحص الأخلاق واختبار الأخلاق إنما هي يوم أن يواري أحدنا جسده داخل بيته ويغلق عليه الأبواب، وهنا تبدأ الأخلاق، أخلاق العظماء. عندما يوصي الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام الرجال فيقول: استوصوا بالنساء خيرا، ثم يخبرك أن المرأة ناقصة عقل. بعض الرجال من نقص عقله وإيمانه وإدراكه يعيب المرأة بنقص عقلها، وما علم أن المرأة عندما نقص عقلها كرامة لها. لما؟ لأن نقص عقل المرأة في الأصل لأن عندها شيء آخر كامل، وهو القلب والمودة والعاطفة. فلو أن عقلها كمل كعقلك لقامت الحرب العالمية في بيتك، ولكن الله أضعفها قليلا لترحمك وترحم طفلها وتتحمل الأذى من أطفالها، تحمله كرها مع أنك ألقيته شهوة. ترى الموت وهي تضع طفلك ثم تضمه على صدرها وتتمنى لو أعطاه الله من عمرها، مع أن هذا الطفل أعطني أذنك سيكون لك أنت، وأنت الذي سينسب الطفل إلى نسبك وليس لها من ذلك شيء، مع أنها 9 أشهر ترضعه من دمائها. هذا النقص في عقل المرأة كرامة لها وعزة لها. ولذلك أنت كملت وكان لك درجة، وللرجال عليهن درجة، لا لكي تستفرد هذه العضلات ولا أن تتقوى على ضعيف. قال الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: أحرج فيكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. لماذا يحرجنا عليه الصلاة والسلام؟ حتى لا يأتي رجل يدعي أن الرجولة منها كسر قلبها وكسر حيائها وإلغاء شخصيتها وظلمها وسلب ما عندها بدعوى القوامة أو بدعوى الرجولة. استوصوا بالنساء خيرا،
كما قال عليه الصلاة والسلام. عندما سئلت أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. والعجيب أن سؤال الصحابة عليهم رضوان الله عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام ما كان السؤال عن الأخلاق التي يرونها عليه الصلاة والسلام بينهم، فإنهم يشهدون له بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام بأنه أكمل الناس إيمانا، لكن كانوا يريدون أن يعرفوا أخلاقه داخل بيته. بل إن من حكمة التعدد أن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أكثر من النساء بوحي الله له وبإذن الله له حتى ينقل من جوف بيته أخلاقه عليه الصلاة والسلام من 9 أبيات اختصرت عائشة رضي الله عنها أمي وأمك أخلاق الحبيب المصطفى فقالت: كان خلقه القرآن، وقد زكاه ربه جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا هو أكمل المؤمنين. وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. نحن في هذا اللقاء سنتحدث معاشر الأحباب عن كسر لربما لا يجبر، ولذا هي تكسر لأنها شبهت بالقوارير رفقا بالقوارير، قالها عليه الصلاة والسلام: والقارورة هي المرأة. وما أجمل تشبيه المصطفى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام عندما يقول رفقا بالقوارير. حتى ولو استأسدت المرأة، ولو ارتفع صوتها، ولو طال عناؤك معها، يبقى أن 3 حروف أو هي 4 أنها تكسر قلبها ولو بلغت ما بلغت. فإن كلمة طالق والتي يخرج معها الحمم ويفيض منها الألم، وهي الكلمة التي طالما هدمت بيوت وأوقدت نيران وشردت أسر وقطعت أرحام وأسالت عبرات، وبعض الرجال هو الذي يبكي بعد أن استنفد مخزون الطلاق الذي أعطاه الله إياه. أقول هذه الكلمة مع أنني لا أدعي بأن الطلاق شر، بل لا يجوز لنا أن نقول إن الطلاق شر، فإن الله لا يقضي قضاء إلا وله حكمة، ولا يخلق الشر المحض جل وعلا. فكما أن قول والد زوجتك أو ولي زوجتك عندما قال زوجتك وقلت أنت قبلت شع في قلبك سرور وانشراح لإتمام دينك وإكمال دينك، كما أن قبلت هذه الكلمات 4 أو الحروف 4 لها جمال لأن الدين يكمل بها. كذلك كلمة طالق تدمر ذاك البناء وتسقط السقف، فلربما خر على رأس أحدنا عندما يزين الشيطان له ويكيد له الشيطان لحتى يضع التاج على رأس شيطان آخر عندما تطلق المرأة. ولذا حرصت أيها الأخيار أن يكون العنوان هو كسر المرأة، وهو وصف نبوي. قال الحبيب المصطفى في الحديث المتفق على صحته: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج. وهنا لفتة، المرأة خلقت وخالقها هو الله، وعندما خلقها اختار الحكيم الخبير العليم القدير الذي يعلم كل شيء ويعلم مصلحة المخلوق وهو الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ علم أن المرأة بهذه الخلقة تناسب الرجل، لكن الرجل الكريم الذي يتعبد لله بالصبر على هذا الضلع الأعوج. أرجلنا أكرمنا أتقانا أكرمنا هو الرجل الذي
يصبر على عوج المرأة فيتولد مع صبره عبادات لا تتولد مع استقامتها. وقفة أحبابي، لو أن الإنسان بعضهم يقول زوجتي أريدها كذا وكذا، لا تخالفني، تتبسم دائما، تحبني أكثر من كل شيء، دائما حتى لو أغضبتها تقبل قدمي ويدي وتطهو طعامي، ويبحث له عن شروط ومواصفات لا تنطبق إلا على حور الجنة، ما تنطبق في الدنيا على امرأة خلقت من طين وخلقت من ضلع أعوج. نقول لماذا تعوج المرأة ولماذا تخلق من ضلع؟ قال الحبيب وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، قيل أنه الرأس كله فالتفكير، أو هو اللسان فتكفر العشير لربما، لأننا في الدنيا لا تتولد أخلاقنا إلا عند ورود الأضداد لها. الكرم لا يكون إلا عند اللؤم والبخل، والحلم لا يكون إلا عندما نصدم بمن يغضبنا ومن يكون سفيها معنا. لا يمكن أن أدفع بالتي هي أحسن إلا إذا دفعني أحدهم بالتي هي أخشن. أخلاقنا لا تتولد إلا عند وجود أضدادها، والعظماء دائما إذا أردت أن تعرف أخلاقهم ففي 3 مواطن. يقول بعض أهل العلم أخلاقك الحقة كيف تخرج؟ الموطن الأول عند الغضب، ولذلك إذا أغضبتك خرجت أخلاقك الحقة. الثاني عند الأهل بعد تغليق الأبواب، فبعضنا إذا غلق الأبواب تغير. الثالث في الخلوات، إذا خلوت بنفسك فتخرج أخلاقك التي كنت تخفيها لو سافرت، ومنها الخلوة، فبعضهم إذا سافر انقلب إلى كائن آخر لكنه لا ينتسب لبني آدم، وحش هصور مع أنه كان حمل وديع عند أهله وبين يدي قومه. إذن أحبابنا، عندما خلق الله المرأة من الضلع الأعوج حتى يختبر أخلاقنا، فخيرنا ليس أكثرنا صلاة ولا أكثرنا صدقة ولا أكثرنا حجا ولا أكثرنا صياما، هذه عبادات قاصرة هي لك وحدك، تصلي لنفسك وتصوم لنفسك وتحج لنفسك، لكن أخلاقك لغيرك. ولذلك كانت منزلة الأخلاق أنها تبلغ الرجل أو تبلغ المؤمن والمؤمنة درجة الصائم القائم ولو لم يصم ولو لم يقم، لقوله عليه الصلاة والسلام إن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. نعم، قال وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. هنا وقفة أن أولئك الذين ساءت حياتهم وضاقت السبل بهم ودائما لا يرضون على أهاليهم، تدرون من هم؟ أولئك الذين يريدون أن يعدلوا ضلعا خلقه الله أعوج. أنت الآن أعلى ضلع في قريب من الترقوة، أعلى ضلع يوجد في القفص الصدري، تحسسه، أهو مستقيم؟ أهذا مستقيم؟ لو حاولت تذهب إلى طبيب العظام تقول قومه، هل ممكن تستقيم حياتك والضلع الأعلى من قفصك الصدري ممدود على اليمين وذات الشمال؟ فإن المنظر قبيح. ولو قلت لأحد أريد أن أقوم ضلع الله شاء أن يكون أعوج لاستقامة خلقك، فإنه يقال لك إنك لا فهم عندك. هذا الذي جعل المشاكل، سنذكر بعد قليل أن أكبر مشكلة يواجهها الزوج الذي لا يحتسب أجر الصبر على المرأة، أكبر مشكلة في حياته يريد أن يعدل شيئا الله شاء له أن يكون أعوج، فيقضي حياته كلها يلوم المرأة على أنها امرأة. أرأيتم بعض الرجال يقول للمرأة اعقلي، لا تبكي كثيرا، كل موقف من المواقف دموعك تسابق عبراتك وعبار يا امرأة، ثم يبدأ ماذا يقول للمرأة؟ كأنها يقول يا امرأة كوني رجل. وهل هذا من المنطق أن تنقلب المرأة رجلا؟ المرأة هي المرأة، فإن بكت فلربما هي تريد أن تخرج بعضا من عاطفتها، إن اشتكت فالأصل في النساء
الشكاية، إن أكثرت الحديث عليك وهي تقص لك محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث أم زرع في الصحيح عائشة رضي الله عنها جلست عنده تقص له خبر 10 من النسوة، 10 نساء، وكل واحدة تصف لعائشة كيف كان زوجها معها، وكان الجميع نهايات مؤلمة لحياتهم مع رجالهم. حتى أم زرع في النهاية بكت، عائشة لحالها تحبه. ومعظم كسر المرأة، ترى يا أخوان قبل أن أبدأ، المرأة تنكسر، لكن هل الرجل ينكسر؟ نعم الرجال ينكسرون. ومعظم الطلاقات الموجودة، والطلاق وإن زمجر الرجل، وإن أخفى عبرته، وإن سل سيفه، وإن أخرج رشاش الطلاق، فوالله إنه أول طلقة تخرج قبل ما تصل لقلب امرأته اخترقت قلبه، لأن أبناءه سيفرقون وسيمزقون. ولربما حياته إنسان طلق امرأته وأخذت أطفالها ودخل بيته بعد طلاقها، أي بيت هذا؟ إنه إلى القبور أقرب، في وحشة. يا أخي إذا غاب أبناؤك في سفر مع أمهم وعدت إلى البيت والأطفال ما طلقت أمهم وذهبوا إلى أخوالهم أو إلى بلدك وعدت إلى البيت، تستوحش. كلامي صحيح أم لا؟ والله تستوحش، ولو أن الأنوار مفتوحة. يا أخي الحبيب لو ذهبت الأم للمستشفى وعدت إلى البيت ثم ضمك صغيرها وقال وين ماما، أحيانا تدمع عينك مع أمه في المستشفى وبتطلع إن شاء الله، لكن رحمتك. أقول لك قصة مرشد طلابي، طلقت امرأة فاشتكت ووسطت، وكان أحد المصلحين أحد الدعاة يصلح بينها وبينه، فقال الرجل أريد أن أؤدبها وأهلها، أريد أن أكسر أنفها وأنف أمها وأبيها. وأخذ طفلها، وكان في الطفل في الابتدائي، وكانت مسكينة تمر تريد أن تراه، حتى أتت يوم وقالت تسمح لي يا مرشد، أريد أن عند باب المدرسة أن أطعم ابني، أطعم فترة الفسحة وأقبله وأشمه، فأنا لي فترة ما رأيت ابني. قام الرجل المرشد الطلابي فوافق، وأحضرت معها إفطار وبتجلس معها على الأرض، واتصل على زوجها مطلقها، ذاك المعربد الذي كان قلبه قد من صخر وليست للرحمة أي نفس ولا نور. فلما رأى امرأته طليقته تضم طفلها وتطعمه بكى رحمة. وكثيرا ما يبكي بعض الناس لكن بعد أن يتكسر الزجاج، بعد أن يذهب إلى سماحة الإمام المفتي ويقف عند باب مكتب الطلاق ويستفتي ويكتب ويحال للمحاكم والمحاكم ترده، وسماع القول وسماع قولها، وفي النهاية يقول لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك. ولذلك الكسر هذا كسر مؤلم، كسر مؤلم. والدليل على ذلك، هل تعلم أنه في كل 20 دقيقة تقع في المملكة العربية السعودية حادثة طلاق؟ كل 20 دقيقة طلاق، نسبة مدوية، نسبة مخيفة. في بعض مناطق المملكة بلغت نسبة الطلاق 60%، أي إذا زوج 100 يطلق 60. والنسبة العامة أنه كلما يزوج أو يصدر 100 صك نكاح فإنه يصدر 35 صك طلاق. أكثر من ثلث الزيجات تفشل، بل ورد أن 60% من صكوك الطلاق صكوك طلاق مصدرة لأزواج ما مضى عليهم أكثر من عام. يعني 60 من المتزوجين في 100 يطلقون في العام الأول من النكاح. كسرت قلوب وبعثرت مهج وبكى من بكى. وسنذكر بعضا من الآثار أن طلاق المرأة وطلاق الرجل أحيانا يدمر مجتمعهم، لربما يفتح أبوابا إلى الرذيلة كانت موصدة، وأحيانا الطلاق يفتح بابا من الحاجة وكانت في غنى وكان في غنى. ولربما بل اعلم، اسمع نتاج الطلاق. دور الملاحظة في المملكة العربية السعودية في دراسة
لوزارة الشؤون الاجتماعية أن نزلاء دور الملاحظة سجون الأحداث، الأطفال أحيانا يدخلون وأعمارهم 7 8 10، يدخلون في جرائم بعضها كبرى، بعضها فواحش، بعضها سرقات، بعضها ترويج إلى غيره، أن 80% من نزلاء سجون الأحداث أو دور الملاحظة، 80% من السجناء من مرتكبي الجرائم الجنائية، كل الأطفال أولئك نتاج زوجين منفصلين، طلاق، وهم زبائن السجون وهم زبائن الترويج. نعم، لما؟ لأن المشكلة الزواج رباط، الزواج آية، الزواج سكن، الزواج نعمة، فإذا وقع الطلاق الغير شرعي تدمر البناء كله. قد يكون الطلاق واجب، قد يكون الطلاق مباح، قد يكون الطلاق سنة، قد يكون الطلاق محرم يجري عليه جميع الأحكام التكليفية ال5، لكن الأصل أن الإنسان ما تزوج إلا لكي يبني بيتا ويبني سعادة ويبني سكنا. ومن أكبر ما يسبب الطلاق أن الزوج يعتقد أن الشقة أو الفلة هي السكن، السكن هي المرأة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، الزوجة هي السكن، هذه جدران، هذا بيت، هذا بناء. ولذلك إذا لم يسكن الرجل إلى المرأة تضعضع البناء واندكت قواعده وخر السقف على أهل البيت من أعلى. إذن هذه الكلمة التي معاشر الأحباب لربما غيرت حياة بعض الناس، كسرت فيها قلوب وشردت فيها أسر، الشيطان متهم في هذا كله. والعجيب إن الذي يتهم الشيطان تعجب من حاله، يقول يا شيخ ضربتها، ركلتها، طلقتها لأن أعوذ بالله من الشيطان، أو يلعن الشيطان. ومن قال لك يا أخي صاحب الشيطان؟ الله جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. من الذي قال لك صاحبه؟ ثم بعد ذلك إذا صاحبت الشيطان ثم ارتكبت جناية على أسرتك، لأن الطلاق أحيانا جناية. نعم، أنت قد تتزوج، وأكذب دعوى فوق الأرض أن يقول رجل أني تزوجت امرأة وهي والله تحب أبناء طليقته، أنها تحب أبنائي أكثر من حب أمهم لهم. نحتاج إلى مجموعة ممن نزعت منهم القلوب والعقول ليصدقوا هذه الدعوة. الزوج قد يتلذذ ببيت، يفتح بيتا آخر ويكون له فراش آخر وأبناء أخر، لكن الصغار هؤلاء. ولذلك أين التدمم؟ وما أجمل كلمة عمر رضي الله عنه عندما قال وهل كل البيوت تبنى على الحب؟ ولذلك أحيانا يكون الإنسان صبره على المرأة لأنها منجم حسنات له. امرأة أتى بها والدها إلى أحد الأئمة، فلما أن وقف عنده قال إني أريد أن أنكحك ابنتي هذه، وإني أعجبت بدينك وخلقك وعلمك يا إمام. فاستحيا منه وقبل بالزواج، ثم قرب شاهدين وعقد. فلما أخذ المرأة وذهب بها إلى البيت إذا هي عرجاء، شوها عمياء، عرج بقدمها، لا حسن في وجهها، عوراء منطفئة نور العينين، أحد العينين، فلا يميل إليها كإمام الله جمل خلقه، فكان من أجمل الناس وجها ومن أحسن الناس خلقا. ماذا فعل الإمام؟ لم يقطب وجها وما عابها، صبر عليها وعاش معها 15 سنة، ما عابها يوما وما قطب الوجه في وجهها يوما، بل وبلغ بها من حبها له أن أوقد الشيطان على قلبها نار الغيرة، فكانت تغار عليه، خائفة أن يذهب عند غيرها، وخائفة أن ينظر إلى جماله فيأخذه امرأة غيرها، فكان من غيرتها عليه ومحبتها له
أحيانا تتمسك في ثوبه ألا يخرج إلى المسجد ليصلي الجماعة. أرأيت هذه شدة المحبة والغيرة؟ ومع ذلك ما تغير يوم حتى ماتت بعد 15 سنة 15 سنة وهو صابر على هذه المرأة. ولما ماتت وحزن وبكى قال: لا أرجو عملا ينجيني من النار إلا صبري على هذه المسكينة. ما أجمل هذه الأخلاق، ما أجمل هذه الأخلاق. أحبابي، والله إن في نساء كثير من الناس يوجد بها من الدين، ولذا بوابة الخلط، خلط أخلاق المرأة السيئة مع الحسنة تخرج لك أخلاقا طيبة تتحمل. لا يفرك مؤمن مؤمنة، هذا كلام خير الورى صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. لا يفرك، لا يبغض، ما يوجد بيت أغلق على كوكب الأرض بين زوجين إلا ويوجد به مشكلة. ولذلك جمال الحياة يوم أن تخلط الليمون بالعسل. ولذلك إذا أتتك بحموضة ليمونها بأخلاق تغيرت وتنمرت، وإذا استأسدت عليك يوما من الدهر فتذكر ركيعات لها في الليل، تذكر إكرام الزوج مرة، إكرام ضيفك، تذكر دعاؤها لك، تذكر طفل حملته لك أشهر طوال تسهر هي عليه وترضعه لبانة قلبها ودماء عروقها، والابن ابنك. يا أخي، ألا يكون ذلك معروفا لها فتصبر؟ لا يفرك مؤمن مؤمنة. ولذلك لماذا جعل الله الطلاق في يد الرجل؟ لماذا جعل الطلاق في يد الرجل؟ لكمال عقله وحكمته، إذ أنه لا يستثار بسرعة ويستطيع أن يملك نفسه، فإذا استثير صار قد ترجل من علياء قوامته. الله جل وعلا جعل القوامة للرجل لما؟ حتى يقود البيت إلى بر الأمان. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا التفضيل يا أخوان، التفضيل ليس تفضيل رفع أنف، وليس تفضيل المراد به أن لك منزلة في الجنة لا تستطيع النساء الوصول إليها، هذا غير صحيح. هذا تفضيل الحماية، تفضيل القوامة، تفضيل حماية ورعاية وضم وحلم وصبر وأخلاق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة حديث أم زرع عندما قالت عائشة لرسول الله أن أم زرع تحبه ولكنه طلقها ورأت الدمعة في عينها، ماذا قال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وطمأنها غير أنه طلق وأنا ما أطلق. ولذلك انظر جمال أن تطمئن المرأة أن ما تطلق. بعض النساء إلى الآن تخاف من زوجها، تخاف لأن تهديده الدائم سأتزوج، سأنكح، غيرك أفضل منك، إن طال بي المدى وطال بي الأمل وزاد مالي وزاها لأفعلن وأفعلن، فيكون الحياة مكدرة مع أن قد يموت دون أن يتزوج بالثانية. ومتى كان النكاح والتعدد؟ متى كان التعدد النساء أنه عقاب للنساء؟ متى كان زواج الرجل من ثانية تأديب للأولى؟ إن هذا اهتراء في التفكير وعدم رشد في التدبير، بل وعدم تدين من الرجل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فجعله ينفق وجعله مفضل بتمام عقله، لأن المرأة كاملة من جهة، كما قلت في بداية الحديث، المرأة كاملة في جهة وأنت كامل في جهة أخرى، هي كاملة في عاطفتها وأنت كامل في عقلك، ولذلك يجتمع الكمالين. لكن لو أن الرجل مع امرأة تامة كعقله وقوته، ولذلك لماذا المرأة المحبوبة للرجل هي المرأة العروب؟ من هي العروب؟ هي التي تتودد لزوجها وتخرج أخلاقا جميلة، حتى وهو يغضبها تأتي فتضع يدها في يده كما ورد في الحديث وتقول لزوجها: لا أذوق غمضا حتى ترضى، مع أنه الذي أغضبها. لماذا؟ لأن عاطفتها أعلى،
تنسى أكثر، لأن بعض الرجال تسمحوا لي يقولها كالبعير الجمل، يحقد ولا ينسى، يحقد فيحمل في قلبه الضغائن، فعلت في عام كذا كذا وفعلت يوم كذا كذا. المرأة أحيانا إذا فاضت وانظر إلى طفلها يغضبها أيام طوال، ولو قال لأمه أنا أحبك يا ماما ضمته وذهبت آلام إغضابه لها. لكن لو يأتي لبعضنا يقول أنا أحبك يا بابا، يقول اقلب وجهك، أنسيت ما فعلت يوم أن فعلت. لما؟ لأن العاطفة عند معاشر الرجال لربما أقل. لذلك احمد الله على أن كملها بعاطفتها حتى تستمتع وحتى تعيش في أنس. ولذا جعل من كون العاطفة جامحة عند المرأة أحيانا يزداد الحديث عندها، أحيانا تكفر عشيرها. ولذلك بعد 20 سنة من الخدمة والعطاء لربما تقول ما رأيت خيرا قط. لكن أحيانا إياك أن تقف عند هذه العبارة. بعضهم يقول طلقتها لأنها قالت بعد جهد جهيد وصبر طويل قالت ما رأيت خيرا قط. يا مؤمن أنت الآن، أنت عندما طلقت وكسرت قلبها لأنها كفرت العشير، أنت في هذه الساعة كافر للعشير. أنت كافر للعشير في الأصل. نسيت 20 سنة تخدمك، فلما نست يوما لمعروفك، مع أنها ما نست إنما لأنها جاشت عاطفتها وزادت. فما أجمل أن يستمتع الرجل كما قال صلى الله عليه وسلم فإن استمتعت بها، في رواية مسلم استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها أن تقيم هذا الضلع كسرته، وكسرها طلاقها. أيها الأحباب، من الوقفات التي قبل أن أذهب إلى بعض أسباب وقوع تهشيم القلب وكسر القوارير وكسر المرأة، أقول أيها الأحباب الرجل الحكيم ينظر قبل الطلاق إلى المآلات. المرأة أحيانا لعاطفتها تنظر إلى البدايات. أحيانا لو ما ذهب بها إلى السوق إلى أهلها أغضبها يوما لربما قالت طلق، لو كنت رجال طلقني، لا كرامة لك طلقني. هي لربما الطلاق في طلبها، مع أن المرأة التي تطلب الطلاق بلا بأس لربما كانت العقوبة المعجلة ألا ترى رائحة الجنة. ولكن الرجل إذا ابتلي بمن تطالبه بالطلاق كأنها تقول يا أبو فلان أنا طالبتك اقتلني برشاش الطلاق، يا أبو فلان هشم قارورتي، هشم قلبي، كسر أبنائي، فرق أسرتي. هذه المعالات. الرجل في الأصل لماذا لا يطاوع؟ لما؟ لأن الرجل مما وهبه الله من جملة عصبية ونظرة بعيدة ينظر إلى مآلات الأمور. بعضهم صبر وكان صبره مخلوفا، بصبره خرج من بيته علماء، أطباء، مهندسين، صالحين، نافعين للأمة، مع أنه لربما ما كانت حياته تسير وفق ما كان يطمع، لكنه كانت تربية أبنائه بين عينيه، وما أطاع الشيطان في قوله تزوج 2 و3 و4 وطرب نفسك وأسعد نفسك ولو على حساب أسرتك. كان ينظر إلى المآلات لا إلى البدايات، فأعطاه الله جل وعلا سؤله وأمله، فجمع الله قلوب أبنائه حوله. أيضا من الوقفات المرأة أيها الأحباب لا تحتاج إلى قوة عنترية لتهشيم قلبها، لأن بعض الأزواج يستخدم سلاح الطلاق، يقول أريد أن أؤدبها وأن أكسر، كما قال صاحبنا الذي زوجته ذهبت لكي تفطر مع طفلها، قال أريد أن أكسر أنفها وأنف والدها. المرأة ما تحتاج إلى هذا كله، هي كلها كليمة واحدة تدخلها إلى ذمتك وعصمتك، وكليمة ثانية تخرجها من عصمتك. لكن السؤال لماذا جعل الله هذه الكلمة عندك وما وضعها عندها؟ لا بد أن تتأمل في ذلك. فليس من العنترية ولا من الرجولة أن
يكون هذا على لسانك. ولذا سأذكر هنا ولعلي أقدمه، إن بعض الرجال على لسانه الطلاق، وهذا يا أخوان تسمحون لي أسميه من نقص التدين ومن نقص كمال الرجولة، أن يكون الإنسان دائما يهدد بالطلاق ويعلق أفعالها: إن خرجت من بيتك فأنت طالق، إن صعدت فأنت طالق، إن زارتك أختك فأنت طالق، وإن جاتك خالتك نورة ولا حصة ولا موضي ولا غيره فأنت طالق، وإن سبحان الله. فصارت حواجز الحياة، صار حياة بعض النساء حقول ألغام، ما تتحرك في أي حقل، أي خطوة فأنت طالق وفأنت طالق، أي رجولة. ولذلك بعض النساء مكسورة القلب قبل أن تكسر بالطلاق. كسر المرأة ليس دائما، وهذه يجب أن نؤمن بها. كسر المرأة ليس في طلاقها فقط، أحيانا يكون كسر المرأة بكسر قلبها. فبعض النساء توجد في بيوت بعضنا وهن على عصمته مكسورة القلب. أعطيك بعض الأمثلة: الصمت الزوجي في البيت. أليس بعض الأزواج تشتكي الزوجات منهم أنه على الصامت، وبعضهم إذا زاد قليلا كان كأنه على الهزاز، لا يرد إلا بجمل قصيرة. نعم، لا يمكن، غالبا كأنه يسجل استبانة، يسجل له جواب على استبانات، فلا يرد عليها قط، وإنما دائما يتكلم بالرموز. وبعضهم أيضا عنده طلاق، كسر قلبها قبل أن يطلقها، طلاق عاطفي، وذلك أنه ينام في فراش ليس فراش الزوجية، هو ينام في الدور الأول وهي في الثاني، هي في الثالث وهو في الثاني. ابتعاد البدن عن البدن يبعد القلب عن القلب، وهذا طلاق آخر. بعضهم لا يكلمها، بل بينهم الرسل، ما الرسول هذا الزوج يرسل الطفلة الصغيرة وهي ترسل ابنها الكبير، حتى وهم في بيت واحد لا يحدث هذا ذاك. بل قال لي أحدهم: أنا وزوجتي من فضل الله متفاهمين، ما أسمع منها ألف ولا باء، إنما بيني وبينها الواتساب. ما شاء الله، هذا زواج مع وقف التنفيذ، هذا طلاق، هذا طلاق. وإن الطلاق هذا هشم وتهشيم وكسر لقلبها، ما بقي إلا أن يطلقها بلسانه، فقد طلقها بقلبه. ولذلك احذر أيها الزوج من طلاق قبل الطلاق، وهو بداية طلاق المرأة يوم أن تبعد المرأة عن قلبه، فتبعد عن الحديث ويبعد أن يفضي إليها وتفضي إليه. وهذا أيها الأحباب طريق إلى الطلاق إن وقع الآن، وإلا فإن نتاج القلوب المتنافرة بيوت مهترئة. لذا أقول أحبابي: نعم، الطلاق العاطفي في البيت يسبب الطلاق العام اللي هو كسر العام، وأحيانا يسبب فشل الزواج، زواج الأبناء. ولذلك يقول علماء التربية وعلماء الاجتماع وعلماء النفس أن الطلاق كالقتل، الطلاق كالقتل. إذا أنت تريد أن تخاصم الناس وتفكر يوما أن من خاصمته ممكن أن أصل يوما إلى أن أنتقم منه بالقتل، ستقتل يوما. ولذلك تجد أن بعض الأزواج ما لا يمر في خلده الطلاق، ما يمر في خلده ولا تفكيره أنه ممكن أن يطلق. وبعضهم الطاء هذه لزمة في لسانه، يريد والشيطان يسكب على لسانه عسلا شهيا. قلها، انتصر لرجولتك، من تب رجال قلها، السعادة بعد النطق بها، الحاحات، وأعوذ بالله من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وإذا رأيت الإنسان دائما لسانه إنما هو قريب من أن يخرجها، إن شيطانه قد ملكه وكبل قلبه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق، مشرف التوعية الإسلامية بإدارة التربية والتعليم بالرياض، بعنوان كسر المرأة،
حيث استهل الشيخ محاضرته بوقفة مع نعمة السكن إلى المرأة والأحاديث الواردة في حسن التبعل والخيرية للأهل، ثم بين خطورة كسر المرأة وما هي سبل الحفاظ على بيت الزوجية من الرجل والمرأة. وبعد أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ سعد العتيق محاضرته بوقفة يبين فيها أن جمال الحياة بالمشاكل الزوجية، فيقول فضيلته: من الوقفات أيها الأحباب أن جمال الحياة أيها الزوج، جمال الحياة أن تتلذذ بالمشاكل الزوجية، فما أجمل بعد الإغضاب من الرضا، وما أجمل من الهدية في الاسترضاء، وما أجمل. ولما يقول واحد يا شيخ، أحدهم عندما قال له أحد: يا أخي إن إغضابها لك ثم استرضاءها لك، إغضابك لها ثم استرضاؤك يتولد من عبادات. قال: والله لو عشت مع أهلي يوما لأحرقت الأخضر واليابس في حياتك. لماذا بعض الزوجات لا يمكن أن تلين؟ أتدرون لماذا؟ لأنها في حياتها خائفة، في حياتها خائفة، ولذلك هي لا تأمن أنها لو أتت للزوج تعتذر ماذا سيفعل بعض الأزواج؟ إنه سيرد عليها ردا محرقا. فانكسر قلبها يوما في عامه الزواج الأول عندما أتت إليه بكوب العصير، أو أرسلت إليه أحدهم أرسلت إليه كلمة جميلة عبر جوال، فرد عليها قال: عسى ماشر مريضة نبحث لك عن طبيب، فإن لم تكوني تريدين الطبيب فإني أبحث عن راق يرقيك. ظن أن كلامها الجميل والتودد له أنه نوع من السقم والمرض. ماذا فعلت؟ لها 20 سنة معه ما أعادت تجربة الاعتذار وما أرسلت الكلمة الجميلة. لما؟ لأنها تخشى من كسر قلبها مرة ثانية. إن بعض النساء ما صححت الوضع في التعامل مع الرجل بسبب أن الرجل لا يؤمن جانبه، وأنا لا أحمل الرجل دائما التبعة. فبعض النساء أيضا هي الشرسة، وهي التي كلما أتى من طريق أغلقته، وكلما أراد أن يفتح صفحة سودتها. لكني أتحدث مع الرجل الذي في نهاية المطاف كسر قلبها في يده، كسر قلبها في يده. هل يمكن ينكسر قلب الرجل؟ نعم، قد يكون بالخلع، فبعض النساء لربما تكون ظالمة، وبعض الرجال قد يكون ظالم، وبعض الرجال قد تظلمه المرأة تذهب للقاضي وتدعي زورا وبهتانا أنها لا تحبه لأن به سوء في أخلاقه وهو ليس كذلك، أو بخلا في عطائه وهو كريم ليس كذلك، ثم تدعي زورا فتخلع المرأة منه وتنفق له الصداق الذي أنفقه عليها، فيصدر الصك من المحكمة بخلع المرأة، خلعها من الرجل، أو يفسخها القاضي إذا ثبت له أنها لا تحبه بسبب شرعي، أو لا تريد البقاء معه، فينكسر قلب الرجل. لكن الرجل له خيارات أكثر من خيارات المرأة. أيضا أيها الأحباب، هنا وقفة. عندما اختل بناء الأسرة المؤمنة وصار المستشار لبعض الرجال شيطانه والسفهاء من قومه، وقد يكون السفيه أحيانا تكون أقرب الناس إليه، وقع الطلاق، مع أن الطلاق في ديننا دائرته ضيقة جدا. خلك معي، تأمل هذا. متى يجوز للرجل أن يطلق المرأة؟ يجوز له أن يطلق المرأة أولا لا يجوز له إلا أن يطلق طلقة واحدة رجعية. بعضهم يطلق بعدد نجوم السماء، وبعدد رمل عالج، وعدد رمل الصمان والدهنة، مع أنه يكفيه واحدة. يطلق طلقة واحدة، لاحظ الخطة الشرعية، وأن يطلقها في طهر لم يجامع فيه، أي أنها اغتسلت من الدورة فطهرت، حلت له، ثم في هذا الحل قبل أن يطأها يقع الطلاق، طلقة واحدة. ثم لا يخرجها من بيتها، تبقى حتى تكمل العدة 3 حيض. فإذا خرجت من الحيضة الثالثة، وبعض النساء تحيض في الشهرين مرة،
فيكون عدتها قد تكون 6 أشهر، فانظر المسافة، هي عنده تأكل من طعامه وتتجمل له طيلة الطلاق في العدة، وتنام على فراشه، وتتقلب بين يديه، وتربي أطفاله. لاحظوا يا أخوان، يمكن أن تطلق امرأة بها الخطة، غالبا ستتغير الحال، ولو طلقها فإنه قد يوم الأيام قد يطأها أن يجامعها، فإذا جامعها عادت، هذه وتعد رجعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الصحيح تكون رجعة، أو أنها اعتذرت له فقبل عذرها، أو خبأت له هدية فلما رأى الهدية، وبعضهم ترسل طفلها برسالة فإذا رآها لان قلبه. ولذلك الطلاق السني نادرا ما يقع، لكن لو أراد يطلق وقد جامعها. الرجل إذا خرجت المرأة من أيام الدورة فإنه يشتاق إلى أهله، ولذلك أحيانا ليس هناك فترة طلاق لا تتجاوز الساعات في اليوم، ولذلك ضيق الشارع الحكيم دائرة التطليق، ولذلك إذا وقع الجماع عليه أن ينتظر الشهر هذا كله، ثم بعد ذلك تحيض، فإذا طهرت واستقبلت الطهر هنا يقع الطلاق. ولذلك يجي الشيطان غالب الطلاق لا يقع بهذه الخطة الشرعية. ولذلك انظر إلى الطلاق البدعي الذي يقع، يطلقها وهي حائض، يطلقها وهي نفساء، يطلقها وهي حامل، يطلقها أكثر من طلقة في موضع واحد، وهكذا. إذن أيها الأحباب، هذه بعض من الوقفات، وإليك بعض من الأسباب التي تسبب الطلاق. وكما قلت قبل ذلك أيها الأخيار، أن الطلاق يشرف عليه الشيطان غالبا، ولذلك التاج عند الشيطان تاج يضعه على رأس أتباعه. انظر، الشيطان لا يرى أن وسوسة أحد أتباعه، أعوانه أقصد، لا يرى أنه إذا وسوس بالزنا أو السرقة أو القتل أن هذا إنجاز في سجل إنجازات الخالدين من الشياطين. الشيطان يرى الإنجاز الأعظم أن يوسوس تابع من أتباعه لمؤمن فيطلق مؤمنة. لما؟ لأن الأسرة إذا تشردت وقعت الجرائم كلها، يخرج منها عياذا بالله جمع من المجرمين. ولا أقول ذلك في كل الطلاقات، كما سأذكر أن الطلاق الشرعي إذا وقع كان علاجا وكان حياة، كما أن السعادة في الزواج قد يكون السعادة مرهونة بطلاق، خاصة المرأة التي لا تصلي أو سيئة الخلق أو التي دينها قليل إلى غير ذلك. ما أسباب الطلاق؟ سأذكره وبسرعة. هناك أسباب مشتركة عامة بين الزوجين، وهناك أسباب خاصة بالزوجة، وهناك أسباب خاصة بالزوج. من أهم أسباب الطلاق العامة أن الزوج والزوجة لا يرون أن النكاح عبادة، يعني ما يقول سأتقرب إلى الله بالزواج، سأنكح لأتم نصف وشطر ديني، كما قال بعضهم ظننت أن الزواج جنة، قلت والآن؟ قال علمت أنه شر لا بد منه. انتهت الشهور التي كانوا يسمونها العسل. أما لو كان يتقرب إلى الله بالزواج والله لانقلبت حياته عسلا، وانقلبت حياته طاعة. أليس من نتاج الزواج إعفاف؟ وأليس من نتاج الزواج ذرية؟ تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. السبب الثاني سوء الاختيار، فتختار المرأة الزوج لأن عنده ريال أو مال، ويختار الرجل المرأة لأن عندها جمال، ولا يسأل هذا ولا تلك عن الدين، فيتسلط عند نقص الدين ينقلب البيت تنورا من النار. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم اليوم القيامة. ويقول أيضا اظفر بذات الدين تربت يداك. ومن الأسباب أيضا معاشر الأحباب
من الأسباب أيضا ضعف الدين، وهذا متعلق بالآخر. ضعف التدين مما يسبب الخيانة، فإن بعض الأزواج فشل زواجه بعد اكتشاف اللابتوب الخاص بالزوجة، ذهب ليفرمته، وعند الفني وهو يفرمت الجهاز قبل الفرمته قال: أخبرك ما الذي كانت تدخله الزوجة في غيابك أو المواقع التي كانت تدخلها. فلما انكشف له عن الصور الإباحية والدردشات الخائنة، هنا معاشر الأحباب سقط البناء، وأتى باللابتوب للبيت وأرسل الطلقات عليها وطلقها. والعكس صحيح، زوجة تقول: لما غاب يوما ذهب للدوام ونسي جواله عندي في الشاحن، لما فتحت الجوال وجدته يخوض في زبائل الأخلاق أعوذ بالله، وإذا عنده مواقع ودردشات وصور، وفتحت الواتس إذا هو يغازل وترسل له نساء صور ومواقع إباحية. فلما عاد للبيت ما وجد المرأة في بيته، بل قال لي أحدهم أنه كان يدردش، وهناك دراسة علمية أن 57% من الذكور و63% من الإناث يعيدون سبب الطلاق بينهم 57 هو الإدمان في استخدام التقنية بالدردشات المحرمة، و37% من الذكور والإناث يقولون السبب المواقع الإباحية أجلكم الله. ذنوب الخلوات زلزلت بيوت من بيوت المسلمين، الخيانة، الزنا. وسبحان الله، إن الزنا مع أنه دين، إن الزنا إذا زنى عين العبد أو عين الأمة لله دائما ينطفئ لذة الحلال. من يوم يرى الرجل ما لا يرى امرأته أو لا يرى غير امرأته أو غير محرمه من نسائه، إذا ما رأى من نسائه أو رأى غيرهم سلبت من عينه وقلبه لذة الحلال. أكبر مقوي في الحياة ليس أن تذهب إلى طبيب، أكبر مقوي في الباءة أن تجمع قوتك على ما أباح الله لك. ومن يوم تفرق النظرات فتخون العينان تزنيان وزيناهما النظر. إذا زنت العين تشتت القلب وضعفت القوة وانهار البيت. إذا ضعف التدين. وأقول للأولياء: زوج الرجل ذو الدين سيكرمها، إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها إما تذمم وعاش معها، وإلا على الأقل لم يهنها. ولو طلق الكريم فإن طلاقه عقد جميل يمتعها ويذكرها بخير وتذكره. نعم، كما سأذكر في ختام هذه الكلمة. من الأسباب التي أوقعت الطلاق أيضا سوء الخلق. أحبابي، أحيانا نسأل عن بعض الأزواج المتقدمين لبعض البنات، من يسأل؟ يروح يسأل والده، يسأل عمه، يسأل أخوه، وأحد منهم سيقول لك: لا والله ما في خير. اسأل من خالطه، اسأل من سافر معه. فإن بعض الناس متى أحبابي تخرج أخلاقنا؟ كما قلت في الخلوات أو عند السفر. ولذلك قيل: سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الناس ويسفر عن أخلاق الرجال. اسأل عنه المحيطين به، جيرانه، اسأل عنه أهل بيته المخالطين له، سيخرج لك الأخلاق. إذن سوء الخلق. وكم من فتاة وكم من فتى فضح أو انكسر قلبه أو انكسر قلبها، جميل في مظهره أو هي جميلة في مظهرها، لكن عندما غلقت الأبواب إذا شراسة وعفن في الأخلاق وسوء في الطباع واعوجاج في اللسان. وهذا الذي جعل حياة بعض الرجال أو النساء جحيم لا يطاق. ومن الأسباب أيضا السرف والتكاليف الزائدة، وهي بلية أصيبنا بها في هذه الأزمان. بعض الأزواج يرى أن سبب العذاب في حياته هي امرأته. لما؟ لأن الديون التي سيمضي معها 20 سنة البنوك تطالبه
الشركات التقسيط تطالبه، أبناء عمه قد اقترض منهم، بل بعضهم جميع أقاربه قد كفلوه كفالة حضورية وغرامية، بعضهم ديونه وأقساطه أكثر من مرتبه. إذا ما يسرنا النكاح فجعلناه أيسرهن أبركهن، وإلا فإنه قد يكون هو سبب الطلاق. من الأسباب عندما أسرفنا وبذرنا كانت الشياطين رفقة للمبذرين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ومن الأسباب كثرة العين والسحر، فعندما تعرت النساء في الأفراح، وكان مع التعري في فساتين الأفراح مزامير وأنواع الموسيقى وكل طبل وماجن، هيأ الشياطين، وعيون أرسلت لحظها إلى أبدان عارية مكشوفة، وقلوب حسدت، فلما رأوا زواج بنت فلان بعضهن أرادت سرقة فرحها فحسدتها وصرفتها، ولربما سحرتها. إن معصية الله بوابة لكسر القلب بل لتصديع الحياة. ومن الأسباب أيضا انعدام الحوار في الحياة الزوجية، واعتقاد بعض الرجال أن الرجولة معناها لا تشاور المرأة ولا تكلمها، واقدح على ما قال من راسك وخذ قرارك ولا تلتفت إليها فأنت الرجل المطاع. ومن هنا تصادمت المرأة معه، فلما رأته لا يعير لها بالا، أو العكس أنها ترى أنها تريد أن تطوعه، وكما قيل لها من النساء خليه خاتم في إصبعك قبل ما يصير خاتم، أتكوني خاتما في إصبعه، وصارت الأصابع تتقارع وتتصارع، فكسر هذا إصبعها وهي كسرت إصبعه، وفي النهاية انكسر القلب. أيضا تراكمات الأخطاء وعدم المصارحة بين الزوجين، فبعض الزوجات تهابه فلا تخبره بسوء خلقه، والعكس من الأزواج أيضا، من تخطئ الزوجة فبعد 15 سنة يقول أنا صبرت، فاض بي، ما استطعت أن أصبر، مع أن المشاكل تراكمت. فلو أنهم حلوا كل مشكلة في حينها وفي جلسة حوار هادئ لربما انحلت، لكن عندما زادت التراكمات وقعت المأساة وكسرت المرأة. أيضا منها الأخطاء أيضا تدخل من لا يسوغ له أن يتدخل، تدخل أم الزوجة، تدخل أم الزوج، أهلها قبل أن تكون كبرى من المشاكل، لا زالت في بداية زواجها، قولي له، ونبدأ الأوامر، والمسكينة تضيع بين أن تسمع كلام أمها وهو أمه تقول لا تلن، وهي تقول اعصريه عصرا، وفي النهاية يكون القرار النهائي هي تعود إلى أمها وهو يعود إلى أمه، ثم يقع الطلاق. أيضا وجود الملل في الحياة وعدم تغيير الروتين، وبعضنا صورة مما هو عليه أهله. بعض النساء ترسم صورة نرجسية للحياة، تبغى أنا بتزوج وبي أسافر وبي أطلع وبي أتمشى وبي أكل في مطاعم وبي أروح سفريات وأبي أغير، والرجال وش يقول؟ أبي أتزوج عشان ما أطلع من البيت، أريد أن أجلس في البيت ولا أريد أن أخرج، أحب حياة البيت، أحد له هدوء، أبي نور هادئ وشمعة هادئة، وعكس رغبة المرأة، فتتصادم، هذه تريد أن تخرج كل يوم، وهذا لا يريد أن يخرج في العام إلا مرة. ثم عدم التوافق النفسي والتفكير يؤدي أحيانا إلى التصادم، ولا بد من التفاهم والتوازن قبل أن يقع الفأس في الرأس. أسباب كثيرة، لكن يقودها من أطاع الله في حياته الزوجية طوع الله له أهله، ومن عصى الله عصى الله عليه أهله. بعد ذلك آتي إلى العلاج. قبل أن ينقطع الزمام، وقبل أن ينفلت، وقبل أن يقع الكسر، اعلم أيها الحبيب أن الصبر على المرأة كما قلت في بداية الأمر عبادة جليلة. اصبر فأنت تتقرب إلى الله مع بوابة الصبر. تغافل ولست مغفل، تعامى ولست بأعمى،
فإن التغافل في الحياة بوابة لأن تسير قطارها، فإن الوقوف عند كل خطأ وتسجل موقف واللوم الدائم والعبوس الدائم يصحر القلب. فلن تبتسم امرأة في وجه رجل قد كان شرابه الليمون الحامض دائما ويقطب وجهه ويمد شفتيه. وترى يا أخوان الصمت الزوجي والعبوس الزوجي دلالة على سوء الخلق، ويشتكي كثير من الأزواج من هاتين العلتين، عبوس. ولذلك تقول بعض النساء إذا ضرب الجوال جرس الجوال تغير الزوج، رحب بالمتصل، مرحبا بك أهلا وسهلا، ثم ضحك ضحكات، ثم قدم عينيه له، أبشر عيوني يا أبو محمد اللي تامر، سبحان الله. ثم إذا انتهت المكالمة شمر وجهه وانقبض ومد شفتيه وقطبها، ثم اختفت معاني الكلمات الجميلة. أبناؤك وأهلك أولى بهذا من تلك الجمال في الوجه وطلاقة الوجه من غيره. من العلاجات أولا بعد أن نتغافل وأن نتعمد حسن الخلق، والثالث أن نطلق الوجه لأن حل كل مشكلة طلاقة الوجه. من العلاجات أكثر من الاستعاذة من الشيطان الرجيم. تنازل عن بعض ذكوريتك، لا أقول أن تتنازل عن بعض رجولتك، والرجولة وصف جميل. الذكورية ما هي؟ لا تسمع، حتى أن بعضهم يروي حديثا روته جدته في حديث ساقط، يقول شاوروهن وخالفوهن. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ كل ابن انسكبت عبرته أو ابنه بسبب فقد أب أو أم. أسأل الله أن يربط على القلوب، وأن يطفئ المشاكل في بيوتنا، وأن يحسن خلقنا وأخلاقنا، وأن يرد كيد الكائدين ممن يسعون لإفساد بيوت المسلمين، أن يرد كيدهم في نحورهم. شكر